السلام عليكم متتبعي الكرام، مرحبا بكم في وصفة جديدة من مطبخ يسرى. الوصفة ديال اليوم غادي نقدم لكم واحد الحلوة ديال دوازاتاي اللي الاسم ديالها صبيعات المرشم. فهي تجي لذيذة وسهلة التحضير وما كتطلبش وقت كثير، كذلك انها كتعطينا كمية كثيرة. فلا بد تعرفوا على المقادير والطريقة ديال التحضير، تبعوا معايا الفيديو. فيلا نبداو بسم الله. بالنسبة للطريقة ديال التحضير، ففي إناء غادي ندير الزبدة اللي ضروري أنها تكون لينة، غادي نضيف عليها السكر وغادي نخلط هاد المكونين هادو مع بعض، يعني حتى داك السكر تيذوب لي في الزبدة وكتنسجم لنا وكنحصلوا على شكل يعني كريمة. من بعد غادي نضيف واحد 2 معالق كبار ديال الزيت النباتية، غادي نضيف لها كذلك ملعقتين كبيرتين أو ملعقتي طعام من ماء الزهر. فالطعم ديال الزهر في هذه الحلوى هذه تيكون رائع جدا. غادي نضيف واحد الرشة ديال الملح أو قبيصة ديال الملحة. غادي نخلط هاد المكونات هادو مع بعض وغادي نضيف اللوز اللي يكون مهرمش يعني مجروش. فممكن كذلك ديروا الجوز اللي هو القرقاع، او ديروا كذلك الفول السوداني او كاوكاو. فكان انا عندي متوفر اللوز مطحون، هو اللي كان متوفر عندي. كان عندي كاوكاو ولكن ما فيه، ما عاد حمر وعاد طحن، فقلت اللي واجد هو اللي نقضي به. فانا هنايا درت واحد رويس معلقه ديال النكهه ديال اللوز باش يعني تزيد يعطينا داك الطعم ديال يزكينا الطعم ديال اللوز. يعني صراحة هاد الحلوى ديال الدوازتاي تتجي لذيذة بزاف، تيكون فيها الطعم ديال الزهر مع اللوز تيجي رائع جدا. فمن بعد ما خلطت هاد العناصر مع بعض، فانا هنايا غادي نبدا كنضيف الدقيق شويه بشويه. فانا هنايا خدت لي واحد الكميه ديال 250 غرام ديال الدقيق. ممكن تزيد لكم، ممكن تنقص لكم، وما كتحتاجش العجن او دليك بزاف، غير كتجمع لنا العجينه فصافي تنحبسوا من اضافه الدقيق. فانا غادي نبقى مستمره حتى نكمل الدقيق ديالي. فهي بعد ما جمعت لي العجينه، يعني راها نتوما كتشكل على شكل حربولات. غادي نحتاج هنايا شويه ديال الدقيق باش يعني نديرو في هذا المرشم. وغادي نحتاج للمرشم ديال المقروط. انا غادي نستعمل غير المرشم الطويل فيها. غادي ندير فيه شويه ديال الدقيق وغادي نشكل واحد الحريبيل صغير ونديرو في وسط ديك الفتحه ديال المرشم، ونبقى تنضغط عليه غير بشويه باش ياخد ليا ديك النقشه او الرشمه ديال المرشم. ونضرب به بشويه باش ما تهرسناش العجينه، تخرج لنا هي بشويه وهكايا تيكون الشكل ديالها على شكل بحال السبوله يعني سنبوله على شكل سبوله، تيجي المنظر ديالها جميل. ممكن الا ما كانش عندكم داك المرشم ديروا يعني تشكلوا غير صبيعات يعني بيديكم، او الا كان عندكم داك النقاش اللي كنقشوا به الكعبه ولا الحلويات ديال اللوز، ممكن الا كان عندكم وقت يعني بزاف تنقشوا هاد الصبيعات هادو. فانا غادي نبقى مستمره حتى نكمل العجينه ديالي كلها. فانا هنايا وانا كنصاوبها راني شعلت الفرن على درجه حراره متوسطه. يعني ضروري الفرن نكونوا شاعلينه دائما من قبل حتى تيسخن مزيان. باش عاد ديك الساعه غادي ندخل الصينيه للفرن. فها هي الحلوه ديالي من بعد ما شكلتها. فانا الان غادي ندخلها للفرن، غادي نشعل عليها من التحت ومن الفوق. العافيه من الفوق تكون غير شمعه يعني غير دميعه باش ما يعني ما خصهاش تحمر لنا او تاخذ لون كبير. وصافي يعني ها هي الحلوه ديالي من بعد ما خرجتها من الفرن، يعني كتكون واخدت واحد اللون ذهبي وهي سخونه. يعني تنديروها او تنغطسوها في سكر كلاصي. من الاحسن السكر كلاصي يكون من النوعيه الجيده، يعني يكون سكر كلاص سبيسيال الخاص بالحلويات، حيت اصلا ما تيكونش حلو بزاف وتيكون رطب تيكون بيض بزاف ناصع على البياض وتيبقى شاد في الحلوى. الا درنا داك السكر العادي غير دوزوه غادي يعاود بحال داك السكر غادي يذوب الكونفوز ديك الحلوى وهي مازال سخونه.
وهكا تتكون الحلوى ديالنا أو صبيعات المرش مهاية وجداد تتجي لذيذة بزاف وكتعطي كمية كتيرة. فأنا هنايا غير ب250 غرام ديال الدقيق عطاتني واحد الكمية ديال 50 حبة وتتجي لذيذة بزاف. فإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم للفيديو وتشاركوا معايا في القناة ديالي على يوتيوب كويزين يسرا. فمعني نقول لكم غير بالصحة والراحة.